وتطلع للنهائي ويبقى قدامك يا ذهب يا فض يا اول يا تاني وخلاص. ده اللي احنا عايزينه. عايزين بقى كفايه نغير بقى الالوان. عندنا 3 مرات برونز، عايزين بقى المره دي ايه؟ عايزين ذهب او فضه. ولكن ماتش قادم. دلوقتي الاعلام العالمي دلوقتي بيقول ايه؟ الاعلام الدولي كله يتحدث عن الاهلي وريال مدريد. بس اهلي وريال مدريد، وبقى والاستعدادات وريال مدريد. ده الماتش ده يوم الاربعاء. ريال مدريد خلاص تقريبا هيوصل بكره. هيوصلوا بكره عشان يلعبوا النادي الاهلي. لانه هو استعدادات، وهم طبعا عارفين الاهلي، ما الاهلي غلب ريال قبل كده. حد ناسي ولا حد فاكر؟ انا فاكر غلبناهم. فعادي جدا انك ممكن تلعب وتغلب ريال مدريد، مفيش اي مشاكل خالص. في الاخر هنلعب كرة قدم امام بطل اوروبا، امام بطل اوروبا اللي فيه افضل نجوم العالم. هنلعبهم، واحنا كمان عندنا لاعيبه محترمه جدا، وعندنا مدرب كولر. ده مدرب بسم الله ما شاء الله. ده اتضح انه مدرب داهيه كولر ده ما شاء الله. الشوط الاولاني وانت شايف الماتش حاطط ايدك على قلبك. هو ايه الفريق الامريكي ده؟ ايه سياتل ده؟ ايه اللي بيعملوه ده في الملعب؟ فريق سريع جدا جدا، ومعظمهم كانوا منهم 2 أو 3 كانوا بيلعبوا في كاس العالم مع المنتخب الامريكي. لعيبه جامدين جدا، هجمات المرتده عندهم غير طبيعيه. ده ربنا كرمنا بالشناوي النهارده. الشناوي النهارده شال الكثير من الشوط اللي شاطوه عليه النهارده الشناوي ما شاء الله. ولكن زي ما بقول لكم فرقه تقيله قوي، واحنا عندنا فرقه بسم الله ما شاء الله عليهم. الله اكبر عليكم كلكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله. ولكن تاني لا تنسى دايما القضيه، لا تنسى كل شويه تفتكر القضيه. وفعلها قفشه وفعلها محمد بيه مجدي قفشه. محمد بيه، هذا هو محمد بيه قفشه، هذا هو محمد بيه مجدي قفشه اللي فعلها النهارده كما فعلها من قبل. القضيه ممكن يا قفشه. الله عليك يا قفشه النهارده على كرة. انت عايز كنت كرة واحده، وكرة ايه اللي هو خلاص الماتش الامتار الاخيره من هذه المباراه، ورايحين بقى نلعب بقى نص ساعه بقى مش ناقصين. فريق امريكا ده عنده يعني لعيبه ومستويات ولياقه وحاجه صعبه جدا. الاهلي يجي يخلص خلاص والحكم يدي 4 دقايق وبعدين زودهم دقيقه كمان، دقيقه ونص، بقى 5 دقايق ونص وانت واقف هنا ايه. اول ما جه الجون انا في الاستوديو، فكل زملائي هنا عايز اقول لكم يعني هتافات للسقف كده، قفزات للسقف يعني. ومعانا طبعا، وعايز اقول لكم والله يا جماعه انا بقول لكم والله قفزات للسقف. اول ما جه الجون لسه داخل كده يا جماعه نتفرج على الماتش وايدينا على قلبنا وبنجهز عشان نطلع هوا. فين؟ يلا وروني. قعدنا نبص كده، اوه هي حصل ده، حصل هنا. كل زملائي كانوا واقفين كده نتفرج كلنا على الشاشه العملاقه دي. فما شاء الله الاهلي النهارده زي ما بقول لكم عامل حاله كبيره. وكل التحيه لاشقائنا في المغرب، كل اشقائنا الجمهور المغربي الشقيق لهم تحيه كبيره جدا.